بعد ما الاهلي النهارده وصل الفارق ما بينه وما بين بيراميدز لنقطه واحده في سباق الدوري، واتبقى لكل فريق 4 ماتشات، لقينا بيتجات بقى الايواء والشماعات والعياط اللي هم كانوا من ماتشين بيقولوا للزمالك لازم يكسب الماتشات اللي جايه كلها وهياخد الدوري على ال6 ماتشات اللي كانت متبقيه له. قام الطص في المصري لقى نفسهم بيرجعوا للخلف كالعاده. فتخيل هم ماسكين على نغمه ايه؟ خصم ال3 نقاط امر حتمي لابد منه، عشان هو عارف النهارده ان هو بعيد عن المنافسه وكومبارس زي العاده. وانا بقول لك انا خايف القرار بتاع يوم 7 ده يجي بعد المباراه ونقوم كاسبينكم وتطلعوا حتى ما تلعبوش كونفدراليه. دي هتبقى سواد عليك وعلى دماغك، وانا مش عايزك تعيط اكتر من كده. زي النهارده الفضا القاتل بعد ما الواد زيزو ابننا راح التمرين طلعوا قرار بغرامه عليه ب200,000. الحاج مصطفى زيزو يسكت؟ لا، قال لك القفا يبقوا 2 و3، بس هو اداهم قفا فعلا. يعني القفا ما بيتضرب من هنا، القفا طلع من بقهم. قال لك يسكت؟ لا، بعد القرار خصم ال200,000 قال لك خلاص سهله، احنا لينا 75 مليون جنيه يبقوا لينا عندكم 75 الا 200. ما الراجل كلامه منطقي. ناس قاعده تعيط وتقوق وهم الغلط من ساسهم لراسهم، مش عارفين يداروا الألم اللي هو خدوه من ابو زيزو ومش قادرين يداروا على خيبتهم.